مرحبا حبايبي، اليوم راح اخذكم جولة لقلعة سندريلا بألمانيا. لا تنسون الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو. يلا نبدي. قلعة نويشفاينشتاين تقع بمدينة منعزلة، يعني هي اصلا كانت مكان منعزل كليا، بعدين شوية شوية صار مدينة للسواح، فمنعزل كليا عن باقي مناطق ألمانيا، وصايرة بجنوب ألمانيا. مكان القلعة حيل حلو لأنه محاط كله بالطبيعة، ويعني فقط هيجي كمحل السوفينيرات، والباقي كله راح تشوفوا جبال، ومثل هنا تشوفوا زرع وخضار حتى إلى ما واحد يصعد للقلعة. وهاي الطلة الحلوة اللي تشوفوها بعد ما صعدنا تقريبا كيلومترين إلى أعلى الجبل حتى نوصل لها. هاي البحيرة اللي هناك طبعا ما كانت بالأساس موجودة من سووا القلعة، هاي اصطناعية، يعني هاي البحيرة العملاقة اللي تشوفوها بحيرة اصطناعية. بعد العناء والتعب وصلنا لهاي القلعة. ليش تسمى قلعة سندريلا؟ لأنه قلعة سندريلا اللي بديزني اللي شايفيها كليتكم وتعرفوها أكيد من طفولتكم، بالضبط ماخذين فكرتها من هاي القلعة. طبعا يعني هي هاي القلعة ما كملت، ما لحق يكملها الملك لودفيش، فظلت بها نقوصات، بس هم عندهم برنامج داخل القلعة 3D يبين لكم شلون المفروض كان تكمل. فهي فعلا من برا كلش جميلة، وفعلا تشبه قلعة سندريلا، وبين الزرع يعني فعلا واحد يحس روحه بفيلم ديزني. مثل ما قلت لكم مكان القلعة صاير بالضبط بنص الغابات والطبيعة والجبال الألغوي إذا تعرفوها، اللي هي مرتبطة مباشرة بجبال الألب بألمانيا. وهسه خليني شوية أحكي لكم عن القلعة وش وقت تصممت وليش. الملك لودفيش الثاني اللي هو أخير ملك لألمانيا عجب المكان كلش وكان يموت على البجع، فحب إنه يعني بيصممها هناك، لأن هي صايرة بمكان كلش عالي لوحدها على الجبل، وداير مدارها فعلا فقط طبيعة مثل ما قلت لكم. بعدين جت البحيرة، فحب إنه يصممها هناك، وبدأوا بسنة 1869 بتصميمها، ويعني بدأوا شوية جزء جزء ببنائها. بنت هاي القلعة على أساس 2 قلاع قديمات من العصور الوسطى اللي كان باقي من عندها أجزاء، فاستخدموا هاي الأجزاء كبناء إلها. لهذا السبب تشوفوا من الداخل أكو بيها مثل التقوس صاير من جهة عريضة ومن جهة رفيعة، لأنه ما قدروا يشيلون هذا الأساس، لأن هي صايرة بالضبط على يعني أعلى نقطة بهذا الجبل، فالمساحة محدودة، فعلى أساسها اشتغلوا وبنوا هاي القلعة. هاي القلعة واصلة لحد هسه تقريبا 6 مليون زائر يعني على مدى السنين، لأنه انفتحت بالسبعينات من جديد للزيارة. وطبعا يعني اكو مكان خاص اللي هسه تشوفوه واحد يقدر يروح على الجسر، طبعا سراء كلش طويل حتى يقدر يصورها من فوق، اللي هو هذا تصوير سندريلا، وهي كلش مشهورة بألمانيا. بس يعني الصراحة الداخل مالتها كان فقط لوحات فاغنر الموسيقار، والباقي داخلها يعني كلها خشب. فاحنا كملنا القلعة بسرعة ورحنا للمدينة، او يعني للقرية المجاورة، لان هي مو مدينة مثل ما قلت لكم، فلازم ياخذنا الباص إلها، ورحنا بيه بالباص. هم شفنا بيها هاي القلعة، قلعة هي هاي المدينة الصغيرة، لأنه هي عبارة عن يعني مثل ما قلت لكم مثل القرية. فبداخل هاي القلعة شفنا ألواح فنية يعني، وظلينا شوية نفتر بيها. المدينة اللي نزلنا بيها اسمها مدينة فوسن، وهي مثل ما قلت لكم يعني شي قرية صغيرة، وكان أصلا يوم أحد، فبس فاتحين بها هاي المعالم السياحية. فإحنا جينا طبعا أكيد افترينا بالقلاع يعني، أو بهاي القلعة اللي بيها، وبيها أماكن كنائس، ومن فوق تقدر تشوف طلة كاملة على القرية كلها. لأن هي الصراحة هاي يعني أول مرة أشوف قلعة عادية طبيعية، بس هاي كل اللي عليها تشوفوا جمال، هذا كله رسم، فقط رسم. وبعد ما نكمل الجزء اللي هم مسويه متحف نقدر نظل نفتر. فاحنا صعدنا للدرج، شفنا السجون القديمة مالتهم، وشفنا شلون يعني كانوا قبل عايشين، وشلون كانوا هذول المراقبين بالأبراج يعيشون، لأنه واحد يقدر يصعد للبرج الأعلى. حاليا احنا هاي بالقلعة الثانية، مكان كله خشب وقديم بين قلعة. بعد ما فرينا بالقلعة واستمتعنا، كنا خلاص خلينا شوي ننزل للسنتر، فنزلنا لهاي المدينة. شفنا بيها هاي الأكلة الغريبة يسموها شنيبال، يعني كرة الثلج، عبارة عن بسكت وملاف فيه هيك بيه نكهات مختلفة، هم شوكولاتة فوق ونكهات. أنا أخذت نكهة ليمون كانت حيل طيبة، وأكيد شفنا زيهم التقليد لأنه مشهور بهاي المدينة. وخلصت الجولة لأن كانت جولة كلش قصيرة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناة والإعجاب، وشكرا لكم.